الرذائل، إذا عرفنا أن هاي الرذائل توجب الشقاوة في الدنيا وتوجب العذاب في الآخرة. الآن انظر إلى من توغلوا في الملكات السيئة ومن لبسوا رداء الرذائل، وين وصل بهم الحال؟ انظر إلى النمرود، انظر إلى فرعون، انظر إلى هامان، انظر إلى أبي سفيان، إلى أبي جهل، انظر إلى معاوية، انظر إلى الوليد، انظر إلى الحجاج، انظر إلى هارون اللارشيد، وانظر إلى شلون أهلكتهم الملكات السيئة. بس انظر شلون الملكات السيئة وين وصلت بيهم، وين وصلتهم، إلى أي مرحلة، وين وداهم التكبر والغرور، وين وداهم الطغيان، وداهم إلى أسفل سافلين، وين وداهم الحرام. شوف بعض الناس اخواني مع شديد الاسف، يعني مثلا يكذب، او مثلا ياكل اموال الناس بالحرام، او ياكل الربا مثلا. تشوف هذا مرات الله عز وجل يعجل له العقوبه، لا يعاقبه فقط في يوم القيامه او في القبر، انما يعجل له العقوبه في الدنيا. وكثير من اولئك الناس الذين يصرون على المعصيه تيقنوا أنهم يبتلون في الدنيا وفي البرزخ يعذبون وفي القيامة يعذبون. فهذه ما تخلص هذه الملكات السيئة والذنوب والمعاصي ما تخلص، الإنسان لا ينجو منها يا إخواني. ولذلك كلما التفت الإنسان إلى هذه القضية كلما سعى في تزكية نفسه. وانظر إلى قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من أولي الألباب؟ أنتم أولي الألباب اللي الآن تسمعون الكلام، أنتم أولي الألباب. لازم تنظر في قصص أولئك. إحنا لو كل واحد بينا يتأمل في قصص أهل الله وأهل الدنيا، لو يتأمل في قصص أولياء الله وأعداء الله، يستغرب مولانا. انظر إلى هذه الموبقات كيف أهلكت أهلها وكيف قصمت ظهر أصحابها. الإنسان لو يلتفت إلى أولئك الذين توغلوا في المعصية وتوغلوا في الذنوب، وين وصلتهم ملكاتهم؟ وبالمقابل اقرأ سيرة الأنبياء، قصص الأنبياء، سيرة أهل البيت، سيرة أصحاب النبي، أصحاب الأئمة، أصحاب علماء مدرسة أهل البيت. اقرأ. من المهم جدا أن الإنسان يقرأ قصص العلماء على سبيل المثال. بإمكانكم مولانا